اللي عمله. قالت لي هتعملي ايه؟ قلت لها هسافر وهختفي من حياته، هيتجنن لما يكون مش قادر يوصل لي. قالت لي طيب واللي في بطنك هتعملي ايه؟ قلت لها ملهوش حق يعرفه، ده ابني انا وانا بس اللي هربيه لوحدي. قالت لي ما تخليش الشيطان يضحك عليكي، سيف مهما كان ابو اللي في بطنك ومن حقه يعرفه. قلت لها لا، مش من حقه، هو خني وده عقابه، انا قررت وخلاص انتهى. بصيت لها وقلت لها وانا بحذرها، سوريا لو حصل وعرفت انك قلتيله انا هقطع علاقتي بيكي وللابد. اتفقنا؟ اتنهدت وقالت لي لا مش هقوله، ما تقلقيش. قررت وقتها اني اسافر عند مامة سوريا اللي كانت بتعتبرني زي بنتها، مكان مناسب وسيف عمره ما هيفكر فيه اصلا. بس قبل ما اسافر بعتله رسالة على موبايله ومحتواها سيف، انا حبيتك ولسه بحبك، بس اللي انت عملته كسرني وانا مستحيل اني اسامحك. انا قررت ان اختفي من حياتك للابد وما تدورش عليا. وبعدها كسرت الخط بتاعي. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.